ازيكم عاملين ايه؟ لو نفسكم تاكلوا حلو سريع وخفيف من غير ما تبقى تفتحوا الفرن. هو مش تراميسو، يعني حاجه طعمها كده خفيفه وحلوه هتعجبكم ان شاء الله. هنعمل بالفراوله. دول 300 جرام من الفراوله، غسلتهم ونشفتهم كويس، وحطيت عليهم 3 معالق كبار من السكر، وحطيتهم في التلاجة نص ساعه لغايه ما اجهز بقيه الحاجات عشان بس ننزل العصير بتاعها. على النار حطيت كوبايه من اللبن تقريبا 200 ملي، وعليهم معلقتين كبار من بودره الكاسترد ومعلقتين كبار من السكر، وقلبتهم لغايه ما الخليط عندي تماسك. وبعدين اغطيه، اهم حاجه طبعا الاسترتش يلمس السطح عشان ما يعملش قشر عندي، ونسيبه على جنب يبرد. بعد كده طلعت الفراوله تقريبا بعد نص ساعه وضربتها. ده بقى خليط الكاسترد اللي عندي بعد ما برد. هحط عليه 250 جرام من الجبنه. ممكن تحطوا جبنه مسكربون او جبنه سوفت تشيز فيلادلفيا، اي نوع جبنه انتوا تحبوها، و50 جرام من السكر، ومعلقتين كبار ده صوص فراوله بيوريه اللي هو عملتها على النار. ممكن ما تحطوش، ممكن تحطوا مربى، ممكن ما تحطوش، يعني دي اختياري. وعلبه من الدبل كريم تقريبا، العلبه من 280 ملي ل 300 ملي من الكريمه. بس هنضربهم بقى تاني لحد ما الخليط يتماسك عادي، ما نضربش كتير قوي، يعني في الاول احنا بس خلطنا الجبنه مع السكر وكده، وبعد كده ضفنا الكريمه. هنضرب تاني لغايه ما الخليط يتماسك، واخر حاجه رشه من الفانيلا. وبس كده هنبدا بقى نجمع الحاجات اللي عندنا دي كلها مع بعض. هنجيب صينيه، انا استخدمت هنا صينيه مقاسها 10 انش. هنحط ده البسكوت اللي عندي اللي هو الليدي فينجر بتاع التراميسو، عشان كده يعني هو شبه التراميسو بس هو ملوش علاقه بالتراميسو، بس هو عشان البسكوت نفسه. وبس كده نغطته بقى في الفراوله. اول واحده ما خدتش بالي ان انا ما حطيتش الفراوله، كنت مركزه مع الكاميرا. مش تعملوا سبسكرايب لو انتم مش مشتركين في القناه. بس بعد كده نحط بقى نص الخليط اللي عندنا على البسكوت، وبعدين هنعمل طبقه تاني من البسكوت. وفي النص ممكن تحطوا بقى اختياري، ممكن تحطوا فراوله قطع، او تحطوا شويه من الصوص اللي عصير الفراوله ده، اصلا لانه عصير فراوله مركز فطعمه اصلا خطير جدا. يعني ممكن تحطوا البسكوت في جيلي لو عايزين، بس صدقوني في طعم العصير الفراوله طعم كده زي الايس كريم، لانه فراوله مركز فطعمها حلو قوي. هنعمل بقى طبقه تاني ونتاكد ان البسكوت كويس اتغلف من كل الاتجاهات يعني. وهنحط طبقه كمان من الكريم اللي عندنا. لو على فكره مش متوفر عندكم البسكوت ده، ممكن تستخدموا اي نوع بسكوت، مش لازم بسكوت تراميسو يعني. بس كده تمام. وبعد كده في الاخر يعني قلت حطيت بس شويه، كانت بقى عندي شويه من صوص الفراوله العصير، فرحت حطاه على فوق، على عملت خطوط كده. طبعا نضفت الصينيه عشان بهدلتها. وبس. وهندخلها بقى التلاجة، احسن حاجه انها تبات طول الليله، يعني تقعد ليله كامله في التلاجة لتاني يوم، علشان تتماسك كده. والخليط والبسكوت اللي عندي يعني كله يشرب النكهه من بعضه، فيبقى طعمه خطير جدا. ده بقى اختياري التزيين في الاخر. انا حطيت قطع فراوله قطعتها شرايح. ممكن تحطوا كمان لو عندكم جيلي، بودره جيلي، عشان تدي يعني نفس شكل التيراميسو كده فوق بدل الكاكاو. بصوا فظيع جدا، يعني هيعجبكم ان شاء الله. ده بقى بعد ليله كامله هوريهولكم بقى اعمل ازاي من جوه. خطير جدا وخفيف، يعني بجد حلو قوي. وفكره الكاسترد مع الجبن مديها طعم حلو جدا وجديده، مختلف عن التيراميسو، لان التيراميسو اصلا ما فيهوش كاسترد. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.